أهلا بيكم في الحلقة الأولى من لاف جليتش مشاكل الحب. النهاردة إحنا مش جايين نناقش خناقة كبيرة ولا جايين نتكلم عن خيانة، إحنا جايين نتكلم عن السايلنت جليتش، الخلل اللي بياكل البيوت بالبطيء ومن غير ما نحس. بقيتوا بتقولوها كم مرة؟ بكلمك انت وبكلمك انتي، متجوزين بالكم كتير، بالكم 5 10 15 سنة. فاكرين آخر مرة بصيتوا في عيون بعض وقلتوا أنا بحبك لبعض من غير مناسبة كانت إمتى؟ ولا بقت كلمة تقيلة أو ملهاش لازمة؟ خلاص ما احنا مع بعض، خلاص أصل احنا اتعودنا. عايزك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تسرحوا معايا كده وتفتكروا أيام الخطوبة أو أول شهور أول سنة جواز. تفتكروا كنتوا بتقولوا لبعض أنا بحبك كم مرة في اليوم لبعض؟ طب دلوقتي بعد سنة 5 10 15 سنة جواز، الكلمة دي موجودة لسه ولا اختفت راحت فين؟ اللي بيحصل في علاقات كتيرة بعد السنين دي كلها إن في حاجة بتقع مننا وإحنا مش حاسين بيها للأسف. بنقع في فخ المسلمات، فخ الضمان. بنقنع نفسنا بأصل إحنا متجوزين بقالنا عمر، أصل خلاص كبرنا على الكلام ده، سيب الكلام ده للعيال للي لسه بيتعرفوا على بعض، أصل أكيد هي عارفة إني بحبها أو هي عارفة إنه بحبه. بس الحقيقة مفيش حاجة في الحب اسمها مسلم بيها، مفيش حاجة اسمها مضمون. أكبر خطأ بنرتكبه في حق قلوب بعض هو إننا بنعتبر وجود الطرف التاني شيء مسلم بيه ومضمون. المشاعر مش جهاز بنشغله مرة واحدة ويفضل شغال لوحده. المشاعر كائن حي بيموت لو ما سمعش صوته وصوت الحب والمودة والرحمة. عدم سماع كلمة بحبك بيعمل فجوة باردة وصمتة بينكم وانتم للأسف مش حاسين بيها. لازم يكون في حقيقة واحدة ثابتة بينكم مهما عدى الوقت ومهما كترت المسؤوليات، عيال، طبخ، غسيل، شغل، ضغوط الحياة كلها. ما ينفعش تسيب مراتك ولا انتي تسيبي جوزك من غير ما تقولوا لبعض أنا بحبك. الحل مش في خروجة غالية على فكرة ولا هدية، الحل في تطبيق سميته تطبيق 365 يوم. حاجة بسيطة وسهلة بس احنا ناسينها. افتكروها أيام خطوبتكم كنتوا بتعملوها على طول. ما ينفعش تعدوا لحظة وانتم رايحين الشغل، راجعين، خارجين لأي مكان، حتى لو فسحة وخروجة حلوة ومبسوطين، من غير ما تكون الكلمة دي هي الوداع والاستقبال بينكم. أنا بحبك. في ناس بتشوف إنها كلمة بسيطة، بس الكلمة البسيطة دي لما بتتقال وتتكرر مرة بعد مرة، يوم بعد يوم، على مدار 365 يوم في السنة، تخيل كده 5 6 10 مرات في اليوم الواحد بتقول أنا بحبك، بتتحول لدرع حماية للبيت. دي على فكرة مش رفاهية، ده إثبات وتذكير يومي لقلوبكم إننا سوا، إننا نقدر نقهر أي صعب مع بعض. مفيش حاجة اسمها كبرنا على الحب أبدا. عارفين الكلمة دي بتعمل إيه؟ أنا بحبك بتدي شحنة للقلب، بتفكر الطرف التاني في وسط مطحنة الأيام والروتين اليومي اللي احنا عايشينه إن أنا لسه شايفك، لسه بحبك، لسه بختارك كل يوم. اوعوا تضيعوا أي فرصة، أي ثانية
إنكم تقولوها لبعض. ردوا على بعض، هي تقولها بحبك وانت ترد بحبك، والعكس، انت تقول لها وهي ترد عليك بحب ومودة وعشق. حياتكم الزوجية عمرها ما هتبقى أقوى أو أفضل بالفلوس ولا بالخروجات. هي حاجات مهمة طبعا، بس مش هي أساس الحياة الزوجية. الحياة الزوجية هتستمر وتزدهر بإثبات حبكم لبعض في كل دقيقة. ردوا النبض لبيوتكم، خلي قلوبكم تعيش وتزدهر زي الورد. قولوها دلوقتي، ولو مش قصاد بعض، أول ما تشوفها أو أول ما تشوفيه قولوها لبعض: أنا بحبك. كنتم مع أسامة سيد الأهل في لاف جليتش، مشاكل الحب. واشوفكم الحلقة الجاية بحب دايم لا ينطفئ. وما تنساش، أنا بحبك.